أعلن مدرب من نادي الزمالك الجديد عن التشكيل الأمثل في الموسم الجديد اللي هيبدأ بيه بإذن الله. هيبقى في حراسة المرمى محمد عواد، هيبقى أساسي. أما هيبقى معاه 2 حراس مرمى هيبقوا على دكة البدلاء. أول واحد منهم الصفقة الجديدة اللي هو المهدي سليمان، دي صفقة الجديدة لنادي الزمالك. اما الحارس الثالث هيبقى هو محمد صبحي اللي لسه ما تحددش مصيره، بس لحد الان هو في نادي الزمالك. دوم ال3 حراس مرمى. اما بالنسبه للدفاع الاساسيين هيبقى محمود حمدي الونش، ده اساسي، وهيبقى معاه حسام عبد المجيد، دوم الاثنين دفاع الاساسيين. اما بالنسبه لمصدق هيبقى على دكه البدلاء. اما هيبقى الونش وحسام عبد المجيد هيبقى اساسيين. اما بالنسبه للباك اليمين هيبقى عمر جابر، هو اللي هيبقى الباك يمين الاساسي، وهيبقى بديله هو مصطفى الزناري، هيبقى هو بديل عمر جابر لا قدر الله لو حصل اي حاجه. اما بالنسبه للوينج الشمال هيبقى محمود بنتاج، ده هيبقى اساسي، وهيبقى بديله احمد فتوح. طبعا مصير احمد فتوح لسه ما تحددش، بس لحد الان هو في نادي الزمالك. اما بالنسبه لخط الوسط دفاع هيبقى محمد شحاته، وهو اساسي باذن الله، وهيبقى بديله 3 لعيبه، نبيل عماد دونجا، وهيبقى معاه محمود جهاد. طبعا محمود جهاد لسه ما خفش من الاصابه. وهيبقى الصفقه الجديده اللي هو احمد ربيع، الصفقه الجديده. دوم هيبقوا 4 لعيبه خط دفاع نادي الزمالك. اما بالنسبه لخط الهجوم، خط الوسط الهجوم هيبقى عبد الله السعيد اساسي، ومعاه احمد حمدي المتالق في الفتره اللي فاتت في التدريبات واللي اعلنوا عنها. اما هيبقى معاهم ناصر ماهر، ومش هيبقى اساسي، هما اللي هيبقوا اساسي عبد الله واحمد حمدي. وهيبقى برضو معاه ادم كايدا اللاعب الفلسطيني الجديد، لاعب قوي جدا ومهاري جدا، بس مش هيبدأ بيه طبعا، هو هيبدأ بالتشكيلة القديمة. المدرب الجديد هيحاول بحيث اللعيبة الجداد يتأقلموا مع اللعيبة القدام في الملعب. فهو ادم كايدا مش هيبدا اساسي في الاول، فهو هيبقى على الدكه. اما اللاعب التاني في خط الوسط الهجوم هيبقى سيف فاروق جعفر، ده برضو من اللعيبه. فكده خط وسط نادي الزمالك، خط وسط الهجوم هيبقى 5 لعيبه، اللي هو ادم وعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر. بس اللي هيتالق هو اللي هيثبت وجوده في الملعب، بس هو هيبقى اساسي عبد الله السعيد واحمد حمدي في البدايه. اما بالنسبه للاطراف في الوينج الشمال هيبقى شيكو بانزا اللاعب الجديد اللي كل الناس بتتكلم عليه، ومهاراته وفيديوهاته، ومتألق برضه في الوديات وبيجيب اهداف. فهو ده اللي هيلعب في الوينج الشمال في نادي الزمالك في الموسم الجديد واساسي. اما بالنسبه للوينج اليمين هيبقى عبد الحميد معالي اللاعب المغربي المتألق برضه في التدريبات وجاب اهداف برضه. ده اللاعب ده ممكن يلعب برضه، ممكن يلعب مهاجم، ممكن يلعب طرف، بس الاغلبيته هيلعب طرف يمين، وممكن يلعب في نص الملعب. فهو عنده كميه مهاره جامده، هو لاعب وكل الناس كل الناس اتكلمت عليه حتى في التدريبات، والمدرب قال لك متألق جدا. اما بالنسبه للمهاجمين، المهاجم الاساسي هيبقى ناصر منسي المتألق، طبعا معروف مسمينه ناصر الاسطوره. هو الناصر طبعا ناصر من الناس اللعيبه الهدافين، وطبعا من اسباب حصول نادي الزمالك على كاس السوبر الافريقي من النادي الاهلي. اما المهاجم التاني والجديد اللي هو عمرو ناصر، مهاجم الجديد لاعب فاركو، ده مهاجم صريح لسه جاي نادي الزمالك، صفقة جديدة، ولاعب لسه واخد جايزة احسن هدف في الدوري الموسم اللي فات، اللي هو جابه في نادي الاهلي بخلفية رائعة جدا، كان احسن هدف في الدوري. اما المهاجم الثالث وهو احمد شريف لاعب فاركو، مهاجم صريح برضه، مهاجم قوي جدا، هداف متألق كان في فاركو، وتحركاته جامدة، بيعرف يتحرك من ورا المدافعين، فلاعب جامد جدا. اما معانا المهاجم الاخير سيف الدين الجزيري،
دي المهاجم الأخير. فالزمالك عنده 4 مهاجمين بس أساسي ناصر منسي. طبعا ناصر منسي اللعيبة دي كلها اللي يتألق في المباريات هو اللي هيثبت وجوده في نادي الزمالك. دي تشكيلة الأمثل لنادي الزمالك في الموسم الجديد بإذن الله. وأول مباراة لهم يوم الفريق مع المصري بإذن الله يوم 8/8 الجمعة الجاية. فإن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. قول لي رأيك، إيه رأيك في التشكيلة دي لنادي الزمالك؟ وهل في لو حابب تغير قول لي في التعليقات عندك. بس لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.